أنا أخصائي في السكتة الدماغية. أي شخص تعرض لسكتة دماغية، المريض تعرض لسكتة دماغية ثم عولج بمخففات الدم، ومن ثم يمكن أن يتعرض لسكتة دماغية مرة أخرى. صدقني، هناك حوالي 10 إلى 50% من المرضى الذين تعرضوا لسكتة دماغية ويمكن أن يتعرضوا لسكتة أخرى. هذا ما يسمى بالسكتة الدماغية المتكررة. من الذي سيواجه هذه المشكلة؟ المرضى الذين يعانون من مرض الشريان السباتي، مثل الشريان السباتي العام. في الشريان الرئيسي ينقل الدم من القلب إلى الدماغ. هناك منطقة ضعيفة عندما يكون لديك تضيق في الأوعية الدموية في ذلك الشريان السباتي، يمكن أن تتعرض لسكتة دماغية. ليس فقط سكتة واحدة، بل يمكن أن تتعرض لعدة سكتات. لذلك ما نقوم به كأطباء أعصاب تدخليين، ما أفعله هو أنني أقوم بتوسيع الأوعية الدموية عن طريق وضع أنبوب أو دعامة هنا. بمجرد أن تقوم بتوسيع الأوعية الدموية، وإذا شعرت أن أكثر من 70% من الأوعية الدموية على وشك الانفجار، يمكنك حينها منع حدوث سكتة أخرى. ليس فقط في مرض الشريان السباتي، لدينا جزئين من الدماغ، واحد هو الدماغ الأكبر والآخر هو الدماغ الأصغر. لذلك في الدماغ الأصغر يمكنك أن تجد شريانا يسمى الشريان الفقري. إذا كان ضيقا يمكنك وضع دعامة عليه. بمجرد وضع الدعامة يمكنك بالتأكيد منع حدوث سكتة أخرى.